بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ادعوا لأهل فلسطين ربنا ينجيهم، وأهل غزة ربنا ينصرهم إن شاء الله. النهاردة أنا لقيت عندي شوية كوسة كده في التلاجة، وعندي حبة فلفل كده جميل كده اهو. قلت ايه هعمل ايه بيهم؟ صابعين محشي. الكوسة قورتها اهي زي العسل اهي، زي ما انا وريتها لكم قبل كده، وريتكم طريقة تقويرها ماشي. والفلفل اهو برضو قورته وبعمل الخلطة. برضو انا عملت الخلطة معاكم قبل كده، قلت ان اعمل صابعين المحشي دول، وفي كام حتة فراخ فايضين من امبارح ناكلهم معاهم. خليكم معايا انا بعمل الخلطة، وصلوا على رسول الله، ولما يخلص اوريكم. صلوا على رسول الله. جهزت الخلطة اهي. واهم حاجة بقى في محشي الفلفل والكوسة شوية الملح. التكة دي شوية الملح على الفلفل الاسمر على كمون. بعمل بيها ايه؟ بسوج بيها الكوساية والفلفلاية من جوه وبعدين احشيها. خليكم معايا. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ده كان الشكل النهائي لمحشي الكوسة مع الفلفل. دول حتتين الفراخ اللي قلت لكم عليهم فايضين، ودي الملوخيه اللي انا مفرزاها. بصوا، مش عايزه اقول لكم على طعم المحشي. رائع 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 رائع. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسنيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.